السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه. الحين انا عندي هنا لكم طريقه اسوي لكم شوربه قرع. فهنا بصل، حطيت بصل الحين وزيت ذره، احمره شويه تقريبا 5 دقائق. طبعا هنا معاه جزر، وهنا القرع الاساسي، هنا ملح، هنا كمون وكزبره وملح ماجي، هنا بهارات مشكله، هنا فلفل حار، فلفل حار مع ثوم مطحون طازه، وهنا فلفل رومي. ابدا اخلي هذا تتحمر تقريبا شويه يعني او تصفر مده 5 دقائق، وبعد كده اكمل لكم. خليكم معايا. طبعا هنا بدا يصفر البصل زي ما انتم شايفينه. ابدا احط الثوم، هذا هو الثوم حطيته مع الثوم، القرع، هنا الجزر. ممكن اذا ما تبغي الجزر تكتفي بالقرع براحتكم، بس انا حطيته احس انه افضل والذ بكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين. كمان اقلبه كمان 5 دقائق، وبعدين اكمل البهارات. وبعد كده احط فلفل الرومي اختياري طبعا، بس انا افضل اني احطه. بعد كده احط البهارات، كمون، كزبره ناشفه وملح ماجي حطيتهم. هنا بهارات مشكله، وهنا الملح. طبعا اضيف عليهم مويه مغليه، زي ما انتم شايفين. اضغطها بالقدر لمده نصف ساعه دقيقه. طبعا هذه هي القرع، إدام القرع. ابدا اخلطه زي ما انتم شايفين كذا. طبعا ابدا اصفيه زي ما انتم شايفين. اذا حابين تكون قوام الشوربه ثقيل، نحط عليها نصف اصبع زبده مع ملعقتين دقيق او ملعقتين نشا ذره، لكم الاختيار حبايبي. طبعا انا حطيت ملعقتين دقيق مع نصف اصبع زبده، ونحركها زي ما انتم شايفين كذا حبايبي. هذه هي طريقه للتثبيت، يعني عشان هذه هي طريقه للتثبيت، يعني عشان اثقل خليها تكون ثقيله الشوربه. ممكن اللي يبغى يضيف عليها كريمه الخفق ممكن يحط، اللي ما يبغى فبراحته، بس انا حسيت كذا اكتفيت انها كويسه. نقدمها في طبق التقديم، ونضيف عليها شويه من البابريكا. وعليكم بالعافيه حبايب. هنا مكونات هذه الخلطه اللي انا سويتها زي ما انتم شايفينها. هذا هو، حطيت ملح مع ثوم، طحنت الكميه اللي انتم تحتاجونها، وهنا بديل الماجي، بهارات بديل الماجي، وهنا زيت الزيتون، اي نوع زيت الزيتون. وبعد كذا بعد ما خلطتها هذه دقيتها، طحنتها او فرمتها، المهم حطيتها هنا، حطيت عليها ملعقه من ماجي، البهارات الماجي، وحطيت كمان فنجان تقريبا فنجان شاي من زيت الزيتون. وابدا احطهم على الخلطه اللي انا مجهزتها عندي هنا. هذه هي خبز توست، قطعته الوصلات زي ما انتم شايفينه كذا، وابدا اخذ منه بهالطريقه، شايفين، واغمسها بهالطريقه كذا لحد ما اخلصها كلها. بعد كده ادخلها الفرن لحد ما يتحمر. طبعا اضيف الخلطه من الجهتين على خبز التوست واحمره بالفرن زي ما قلت لكم حبايبي، وبكذا يكون عندنا خبز الثوميه جاهز نحضره مع الشوربه. وعليكم بالعافيه حبايبي.
طبعا حبايبي المكونات والطريقة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين. مطبخ حلوم، وفي أمان الله.